ورجعنا لكم مرة أخرى. خلصنا الفاصل اللطيف الظريف ورجعنا. منورنا بقى النهارده ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ الدكتور كريم علي حسن، باحث ومحلل اقتصادي. أهلا بيك يا دكتور كريم، منورنا في البرنامج. حضرتك يا أستاذ أحمد. طب يعني في البداية كده، أنا عارف إن الموضوع شائك ورزل ومش مفهوم قوي الصراحة، أو بالنسبة لي أنا على الأقل شخصيا مش فاهمه يعني، فوضحوا لي أنا قبل ما توضحوا للسادة المشاهدين. يعني إيه صناديق خاصة؟ ابتدت إمتى؟ وايه تاريخها بالظبط؟ وهل كل قطاع او كل هنقول ايه اداره حكوميه او منطقه حكوميه او وزاره ما ليها الحق انها تعمل لنفسها صندوق خاص كده مع روحها، ولا المساله ليها شكل واطار قانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك اشرت من شويه وقلت، هو موضوع شائك وموضوع هام جدا، وموضوع يخص احدى موارد الدوله. بدايته كانت تقريبا في سنه 67 بداية الصناديق الخاصة. تمام. أنشئ صندوق لغرض النظافة وتنظيف المدن، زي الرسوم اللي بتبقى النظافة اللي موجودة دلوقتي، عشان يخفف على كاهل الدولة في الوقت ده. اوكي. أنشئ الصندوق ده للغرض ده واستخدم في مجاله. طب معلش سؤال صغير كده، يعني الفلوس اللي كانت بتدخل جوه الصندوق دي جايه منين؟ من فائض حاجة تبع المحافظة ولا ايه؟ لا، بتتاخد من الناس يا فندم. بتتاخد من الناس. وش كده. طبعا بتتاخد كل الفلوس وكل موارد الصناديق الخاصه والحسابات الخاصه اللي موجوده في مصر، ايا كان عدد الصناديق، بتتاخد من الناس رسوم، رسوم اداريه، دمغات، مخالفات، تذاكر مثلا بتاعت متاحف، الكارته بتاعت المواقف اللي تبع المحليات، ليها نسبه بتروح للصندوق ده اذا ما كانش كلها اصلا. اذا ما كانش في بعض الامور بيبقى كلها بتروح للصناديق الخاصه. طب معلش انا اسف يعني، لا انا بستوعب معاك بالراحه كده. هل مثلا نقول تذاكر او ايرادات من تذاكر متحف، يعني اللي افهمه انها تروح للمتحف على الاقل، لو مش هتروح للخزانه العامه للدوله عشان تطوير المتحف وتنظيف المتحف نفسه يعني. ليه تروح في حته ثانيه؟ يعني ممكن في بعض الاحيان بتبقى تذاكر متاحف بتروح قيمتها لصندوق، مثلا صندوق الاثار او صندوق تبع وزاره الثقافه لدعم امور معينه، انما مش المتحف نفسه. لا مش شرط طبعا. وممكن يكون تذكره متحف بتروح قيمتها لصندوق لغرض تاني، ويكون صندوق موجود في مكان تاني بيخدم المتحف ده. الله. طبعا. طب ليه اللفه الطويله؟ طبعا لان الصناديق الخاصه هي بعيده. معلش انا قطعت المشوار التاريخي وهنكمله حالا. الصناديق الخاصه يعني هو موضوع أثير، هو موضوع قديم جديد. تمام. اتفتح زمان. انت قلت لي من الستينات، يعني من 67. لكن هو لما جت تشعب وكثرت عدد الصناديق اللي موجوده اخر 20 سنه تقريبا، ابتدى يتفتح باب والكلام الرقابه على الصناديق الخاصه، لكن كل ما يتفتح في موجه لا اقفل. افتح من الصندوق، الصناديق فيها ايه، بتيجي ازاي، لا في موجه تظهر مضاده، لا اقفل الكلام في الموضوع ده. عدد الصناديق الخاصه كبرت وتشعبت، والحسابات ذات الطابع الخاص بقى عددها كبير جدا، يعني يمكن فوق مستوى ان نقول الجهاز المركزي للمحاسبات ولا وزاره الماليه تقدر تحصيه اصلا. للدرجه دي؟ طبعا. ده انت بتتكلم من قول 67 او 68، يعني بعد الحرب بقى. لا، هو في قانون حضرتك اصدر في عهد الرئيس انور السادات، هو اللي كان بدايه انتشار الصناديق الخاصه. وفي فتره الرئيس مبارك كانت بدايتها بقى بشكل كبير وعدد كبير جدا. الصندوق الخاص بيطلع بقرار جمهوري، وبعدين ابتدى رئيس وزراء، بعدين وزراء، بعدين بقى ممكن محافظين يصدروا القرارات، او رؤساء الوحدات المحلية طبعا. بس رؤساء الوحدات المحليه او رؤساء مجالس اداره الجامعات لو اصدروا قانون خاص بيرجعوا ياخدوا عليه موافقه وزاره الماليه. اوكي، يعني بس يعني بس ممكن تصدر من خلال وزير، نقول باصدار وزير، سهل الوزير او رئيس المجلس المحلي ممكن، بس بياخد برضه اذن من وزاره الماليه، يروح ياخد اذن وزاره الماليه، وكل ده تابع لرئاسه الوزاره. يعني بقى سيستم داخل جوه اي وزاره لوحدها شغال. ايوه، ممكن صندوق واحد يتفرع منه عده حسابات، وفي صناديق بالعمله الاجنبيه، او ممكن يكون بعمله دولار او يورو او ريال سعودي، ايا كان على حسب النشاط ونوع الصندوق. مين اللي بيتحكم في الصناديق بقى؟ يعني المفروض يكون ليها مجالس ادارات، يكون ليها لوائح خاصه بيها، وهي بتبقى مستقله بذاتها، يعني حتى ما فيش رقابه على اوجه الانفاق بتاعت الصناديق. يعني حضرتك قلت لي الجهاز المركزي للمحاسبات يصعب عليه في الوقت يعني مراقبه شكليه من بره، يعني مراقبه شكليه، وعدد الصناديق والحسابات اكبر، يعني من امكانيه الجهاز المركزي ان هو يلم، ان الموضوع ياخد وقت. طب يعني هل هناك دول اخرى في العالم
بتشتغل بنفس هذا النظام؟ لانه قد يبدو في البدايه انه حلو لطيف قوي ان انا اعمل صندوق عشان انظف الحي او الم فلوس من الناس عشان اعمل خدمه ما، بس يبقى في سيستم محاسبه. يعني هل ده موجود؟ الصناديق الخاصه يعني دي موجوده؟ اغلب دول العالم فيها فكره الصناديق الخاصه دي، لكن كلها تقول للرقابه وتبقى تحت اعين الرقابه وتحت اعين الدوله، بس برضه فيها استثناءات. يعني حتى الولايات المتحده الصناديق اللي فيها فكره اللي هي زي فكره الصناديق الخاصه اللي في مصر فيها استثناءات فندم. يعني مثلا استثناء صندوق تقاعد، صناديق الحمايه الاجتماعيه، المعاشات، دي كلها بتبقى بتاخد استثناءات بتخرج بره الموازنه للدوله، لكن بتبقى يعني تحت الفحص والتدقيق فيما يخص اوجه الانفاق، هل بيتم صرفها في الامور المخصصه ليها ولا لا. لكن في مصر اصبحت الصناديق الخاصه هي بوابه فساد كبيره، فيها مجاملات بالكوم. ما نقدرش نحكم بالظبط حجم المجاملات وحجم الفساد في الصناديق الخاصه في مصر، الا ان يعني الجهاز المركزي في المحاسبات يعني في 2008 او 2007 عمل تقرير قال لك هي 60%. احدى وزراء الماليه قال لا ده هي يمكن الفلوس بتنفق في غير المستخدم ليها او غير الغرض منها، نزل 90% مثلا، وهكذا. وفي تضاربات حتى في حجم الاموال اللي موجوده في الصناديق، يعني ما عندناش بيانات دقيقه بالظبط نقدر نقول حجم الصناديق دي فيها ايه. ليه؟ هل المفروض مثلا ان انا راجل وزير في ايا كان وزاره البيئه او اي وزاره ايا كان يعني، واصدرت قرار وزاري بانشاء صندوق خاص لحمايه حاجه في البحر الاحمر مثلا يعني، تمام؟ مش المفروض ان جوه الوزاره بيبقى فيه دفاتر الفلوس اللي داخله دي جايه منين والفلوس اللي خارجه منين، والدفاتر دي بتبقى تحت مراجعه حد تاني غير رئاسه الوزاره مثلا او الجهاز المركزي للمحاسبات، او ولا الصناديق الخاصه ما فيهاش السيستم ده؟ لا، هو المفروض طبعا يكون فيه، لكن مش مطالب، ما فيش قانون او ما فيش اجبار للصناديق او مجالس اداره الصناديق او المسؤولين عن الصناديق ان يجيبوا تفاصيل الانفاق الصندوق جاي منين. حتى لما صدر قوانين وابتدت من 2006 يصدر قوانين ان هي تنضم الصناديق دي بشكل تدريجي، ده اذا كان تم احصائها بنسبه 100% يعني تخش الموازنه العامه للدوله، برضه يعني بيبقى موجود فيها الايرادات قد ايه، الانفاق قد ايه، لكن مش موجود الانفاق كان على ايه، تفاصيل الانفاق ده كان على ايه. هل هي مثلا على الاوجه اللي هي الغرض النبيل والسامي اللي هو اتعمل له الصندوق، ولا راحت هدايا، راحت مزايا ماليه للمسؤولين، راحت مرتبات للموظفين باليوميه شغالين تحت بند الصندوق ده، وهكذا. هو ده ممكن يعني ممكن الصندوق طبعًا. ده ممكن يبقى جهه يشغل تحتيه ناس طبعا. في ممكن إزاي؟ مثلا صندوق مثلا طابع بيلم مثلا فلوس للنظافه مثلا ال3 جنيه ولا 4 جنيه اللي على فاتوره الكهرباء مثلا، او اي مصاريف بتتاخد من المحلات التجاريه او ايا كان لغرض النظافه مثلا. بعمال النظافه واليوميه اغلبهم شغالين بالفلوس اللي في الصناديق الخاصه دي، لكن هم يبقى ليها يبقى برضه يعني ليها دور مهم، ليها دور. انا قلت زي حضرتك لكن هو النقط المضيئه قليله والفساد اكبر مضيف. عايز اقول لحضرتك كمان نقط مضيئه جدا في يا ريت يعني نحط الحلو وبعدين احنا قلنا في فساد نتكلم بعد وهنرجع للفساد تاني لانه نرجع للفساد، لكن نقول نقط مضيئه مثلا صندوق دعم اثار النوبه صندوق دعم اثار النوبه ده بالعمله الاجنبيه، حلو بالدولار يعني. اتفاق بين الحكومه المصريه وبين اليونسكو ان كل سائح يخش مصر يدفع $1 يروح لصندوق اثار النوبه بعدد السياح اللي بيخش مصر. حلو. على مدار مثلا اكتر من 10 سنين. مش حافظ السنه مش حافظ مبلغ وقدره يعني. كل سنه يخش $1، وكمان مش الحكومه المصريه اللي بتحصلها، لا ده في السفارات بتاعت الدول الاجنبيه. يعني مثلا اي طبعا مصر مالهاش دعوه، يجي لها على كل سايح من بره على التاشيرات. السفاره مثلا اللي في فرنسا، السفاره اللي في امريكا، السفارات الاجنبيه على قد الفيز اللي طلعها بيبعت دولار على كل واحد فيه $1 يروح الصندوق. صندوق دعم اثار النوبه ده مثلا بيصرف على 14 معبد ومتحف. الصندوق دعم اثار النوبه ده كان هو الداعم الرئيسي اللي تم انشاء عليه متحف الحضاره القوميه اللي في الفسطاط، المتحف القومي للحضارات اللي في الفسطاط. تمام. لو جينا اتكلمنا على الصندوق ده وقلنا نضمه للموازنه العامه للدوله، طبعا الفلوس اللي بتجيله هتقف. احنا يعني ما ينفعش، لا يبقى برضه في استثناءات. بس هو من ناحيه اخرى وفي موظفين بيقلل من على كاهل الموازنه العامه للدوله، بيقلل من على كاهل الموازنه العامه يعني للدولة. هي دي الفكره برضه من ورا الصناديق. كمان برضه الصناديق اللي موجوده في الجامعات، صناديق بحثيه،
دعم تاخده من الدول العربيه او من المؤسسات والمنظمات الدوليه ان كان لغرض البحث العلمي. ما ينفعش ده تضمه للموازنه وفلوسه تروح للموازنه. صح. لا صح. ده لغرض معين، هيروح الدعم، الفلوس اللي بتجيله هتقف. صحيح. بس هل لما بيجي دعم من بره، ودي برضو مشكله شائكه وناس كتير بتتكلم عليها، لما يبقى مؤسسه ما بترعى مشروع ما موجود في مصر وبتدخل فلوس، هل الفلوس اللي بتيجي من بره دي طبعا بتبقى تحت مراقبه اشد شويه من الفلوس اللي بتتحرك جوه البلد منها وبين بعضها، ولا انا غلطان؟ هي مراقبه من مين؟ لا هي برضه حتى يعني حتى الصناديق اللي المسؤول عنه هو جهه منفصله، الصندوق منفصل بذاته، عليه مجلس ادارات وليه مسؤولين عليه، هم اللي بيراقبوا، هم اللي بيقوموا بكل شيء يخص الصندوق. هو جهه مستقله، الصندوق مستقل ماليا، ليه لوائحه الخاصه بيه المنظمه ليه. اي نعم هو في الاخر بيبقى تحت مظله اللوائح الخاصه بوزاره الماليه، لكن برضه مش كل الصناديق بتنطبق عليها كل الشروط الخاصه باللوائح. ليه بقى؟ ايه ليه في خيار وفقوس؟ يعني مثلا في حاجه اسمها لجنه اللوائح في وزاره الماليه، اي صندوق ينشا لازم نروح ياخد موافقه لجنه اللوائح، يعني يمكن تقريبا 50% من الصناديق واخده الموافقه دي، و50% تقريبا يعني ولسه شغالين، اللي مش واخد شغال عادي. ما فيش حضرتك رقابه ولا فيش اجبار. تمام. ليه ليه الموضوع ده؟ ليه ما فيش رقابه؟ ما فيش اراده سياسيه انذاك في الفترات اللي فاتت تجبر المسؤولين وتجبر الوزارات وتجبر الحكومات وتجبر ايا كان موجود عن الصندوق ده ان هو يخضع لرقابه الدوله، الا ان بعد نجاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال احنا هفتح المشكله بتاعه عدم شرعيه الصناديق الخاصه واقضي على الفساد اللي فيه، ووجه الحكومه ووجه مجلس الشعب ان هو يشوف حل للصناديق الخاصه، وان هو يشوف الفلوس اللي جايه فيه دي الرقابه عليها تكون ازاي. تقريبا 16/10 اللي فات رئيس مجلس الشعب الدكتور علي عبد العال قال الوقت جه علشان نقضي على مافيا الصناديق الخاصه وعلى بوابه الفساد اللي موجوده. وبناء عليه طبعا اتجهت اللجان المعنيه في مجلس الشعب. في مقترح حتى من على ما اعتقد النائب هشام والي، مهندس هشام والي، ما قدم برضو اقتراح بالغائها خالص من اساسه، هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش يلغوها طبعا. لا طبعا مفيش حاجه اسمها الغائها، يعني هو يلغوها ليه؟ لا هي تبقى تحت، يعني يطلعوا استثناءات منها. تمام. والاستثناءات دي يكون عليها رقابه صارمه من الدوله على اوجه الانفاق. طب ليه استثناء؟ يعني ليه يبقى في برضه لسه بعض الصناديق سي ان هم هيحطوا كل ليله تحت منظومه تحت الموازنه او الحساب الموحد للخزانه العامه للدوله، يكون تحت اعين ورقابه مجلس الشعب، يتعملوا فحص وتدقيق، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزاره الماليه قبل، يعني وزاره الماليه بتشرف على الامور الماليه قبل ما يحصل الموضوع، قبل الفلوس في مرحله التحصيل، قبل ما يتم صرفها، والجهاز المركزي للمحاسبات يكون دوره بعد الصرف، بعد الصرف والانفاق. هل تم انفاق الاموال والمليارات بل عشرات المليارات الموجوده في الصناديق الخاصه في اوجه الانفاق المخصصه ليها والاهدافها ولا لا؟ طب ما هو صعب نجيب من ورا بقى خلاص، يعني احنا عارفين انه، او زي ما حضرتك قلت، ونخش على الجانب السيء او الجانب الاسود من الصناديق الخاصه، وحضرتك قلت ان نسبه الفساد طبعا عاليه جدا، وعدد كبير من الصناديق لا يتم صرف عشان ما عليهاش رقابه، فلا يتم صرف المسائل فيما هو مخصص ليه من الاساس يعني. طيب وبرده حاله الغائها كاملا برده صعب، يعني في ظل هل وحضرتك قلت برضه وتفضلت انه من ساعه انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي توجيهات محدده وفي اراده سياسيه لقمع الفساد اللي موجود، ولكن في النهايه يعني هل الموضوع تشعب زياده عن اللزوم بحيث ان حله هيتطلب وقت طويل قوي، ولا ممكن يتظبط اسرع؟ لا هو ليه تداعيات، ما هي المشكله التداعيات. انت هتضيف الصناديق دي ايا كان عددها، وهي طبعا يعني برضه حتى احصائها بالظبط، يعني وزاره الماليه قالت هم 4000 وشويه، الجهاز المركزي للمحاسبات قال لا 6000 وشويه. ازاي في فرق 2000؟ علشان هم في بتبقى صناديق ليها حسابات في البنك المركزي، دي سهل تعرفها، لكن في صناديق حساباتها موجوده في البنوك الخاصه والبنوك التجاريه، فده برضه قانونا ماشي شغال. ما بعدين ابتدت القوانين، يعني القوانين ظهرت ان هو لازم يكون الحساب في البنك المركزي. 2006 كان خلاص اتعملت كان خلاص في صناديق عملت اوكي، عملت خلاص حساباتها في البنوك وشغاله عادي وبيجي لها فلوس من بره وعادي. يعني هي مش كل، او مش شرط من بره، هي الصناديق اللي بيجي لها اللي هي بالعمله الاجنبيه وبيجي لها دعم من بره او بيجي لها فلوس من بره، تقريبا مقرب من 600 او 500 صندوق، وده مش كتير يعني. طبعا لما نتكلم على 2000 او 4000 او 6000 لا هم بره نسبه ضعيفه، بره ال 4000. طب انا هستاذن حضرتك يا فندم، هناخد بس مداخله من السيد النائب مهندس هشام والي، نقيب المهندسين بالفيوم وعضو لجنه المقترحات والشكاوى بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم، سياده النائب. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اهلا منور.
اهلا بحضرتك يا فندم. طيب احنا بنتكلم على موضوع الصناديق الخاصه، وحضرتك مقدم او في مقترح مقدم من خلال حضرتك برضو بالغائها، تظبيطها. ايه بالظبط؟ يعني اشرح لنا كده ايه بالظبط اللي حضرتك طالبه من مجلس النواب من اجل التحقيق في موضوع الصناديق الخاصه. مساء الخير على حضرتك وعلى ضيف حضرتك. اهلا بيك الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. حضرتك انا متقدمت من حوالي 4 اشهر دلوقتي بقانونين، مشروع قانونين. القانون الاولاني الغاء الماده 20 من قانون 53 لسنه 73 لانشاء الصناديق. تمام. قانون ثاني بلجنه بعد كده، بعد الغاء لجنه الفحص وحصر الصناديق دي وفحصها كويس لمده مثلا 5 سنين ورا يعني. تمام، حلو قوي. تمام يا فندم؟ حلو، جميل. طب بس انا تعديل صغير للدكتور كريم بس بالنسبه لعدد الصناديق. الصناديق فوق ال 10,000 فوق ال 20,000 يا ربي اللي موجودين في مصر. بجد والله العظيم. طبعا. يعني احنا لما بنتكلم في 6 ده مبلغ، ده مصدر رقم ايه حضرتك يا سياده النائب؟ بس دي صناديق كلها تابعه للقطاع الحكومي. كله تابع للقطاع الحكومي طبعا، مالناش دعوه بصناديق الزمالة. انا بتكلم عن الصناديق الخاصه اللي هي بتمول من اموال الشعب، من اموال الناس او ضرائب دمغات او حاجه. دي بس اللي هي الصناديق والحسابات. الاحصائيات دي منين يا فندم؟ ده احصائيات تخض، ده حاجه تخوف يعني. انا اقول لحضرتك البيان بتاع الاداره المحليه بس فيها حوالي 5700 صندوق. تمام. زي ما الدكتور كريم في كل مركز صندوق، في كل مدينه صندوق، في كل محافظه صناديق. اوكي تمام. عد بقى المحافظات وعد القرى وعد المراكز اللي عند حضرتك، هتلاقيهم حوالي 5700 صندوق. تمام، حلو. الجامعات فيها من 3000 ل 4000 صندوق لوحدها. اوكي. خش بقى على كل مصلحه حكوميه بفروعها بينشأ صناديق تلقائي كده داخليه من غير ما حد يعرف. من غير قرارات جمهوريه. او من غير قانون بيها، يعني هي بتطلع كده على طول. ما هو الدكتور كريم كان بيقول ده كان زمان موضوع القرار الجمهوري ده، انما بطل بقاله سنين واي حد عايز يعمل حاجه بيعملها. طبعا من الاخر. اوكي تمام. طيب ايه اللي تم بقى في اللي حضرتك تقدمت بيه لمجلس النواب؟ هل تم مناقشته؟ عدى من لجنه المقاطعات والشكاوى وبعدين تحول للجنه الخطه والموازنه، يعني لجنه مشكله من الخطه والموازنه واللجنه التشريعات. تمام. ومتوقع ايه بالظبط بقى من وجهه نظر؟ انا عارف انك والله انا مش هقدر اقول لك، ما اعرفش. يعني بعد ما الدنيا كلها قالت ان هنلغي الصناديق اكتشفت ان احنا ماشيين عكس الاتجاه لسه. يعني اكتشفت ان في قانون لسه خالص اللي هو قانون بتاع الجمعيات، لسه في صندوق بيتكون لسه. قانون بتاع الاداره المحليه، التنميه الاداره المحليه اللي لسه بيتعمل، صناديقها زي ما هي. يعني الدنيا زي ما هي، انا مش شايف اصلاح. صناديق، معلش بعد اذنك، الصناديق والحسابات الخاصه هي قبله الحياه للاقتصاد المصري. ما فيش امل في الاقتصاد المصري الا بقبله الحياه الاول اللي بتصحصحه. وحضرتك بتطالب بضمها الى الموازنه العامه للدوله عشان نحل شويه من ازمه الصناديق والحسابات يا محمد بيه. يا فندم. يا فندم الصناديق والحسابات، الصناديق دي بتمول من الشعب. من الفلوس اللي بيدفعها للشعب. صحيح. الشعب رسوم او اذا كان دمغات اي حاجه اللي هي بدفعها من جيبي. تمام. انت تتخيل سعادتك ان في الجامعه مثلا الرسوم اللي بتدفع في الجامعه 4 من 4 ل 5% بيدخل الموازنه العامه او الخزانه العامه. والباقي بيروح الصناديق. 95% بيخش صناديق. واحنا مش عارفين بقى دي بتتصرف في ايه اصلا، ما حدش عارف زي ما بتتصرف. انما لما اقول دي الصناديق في حسابات بقى بتخش من املاك الدوله، زي ارض الدوله، زي بترول الدوله. دي الحسابات الخاصه. تمام. كلها بتبقى حسابات خاصه. تمام. اي فائض منها يروح على المكان والدوله ما بتاخدش منها حاجه. بتروح على المكان نفسه بقى. وانت برضو ما عندكش قوه رقابه على المسائل دي بتتصرف فين برضو؟ يا فندم ما فيش. والدكتور كريم مثلا كان بيتكلم على رقابه ما قبل الصرف وما بعد الصرف. ما قبل الصرف اللي هي الحسابات ده جايه منين ورايحه فين؟ سهله. الماليه. وما بعد الصرف الجهاز المركزي. المشكله بقى في التحصيل. الرقابه في التحصيل ده مش موجود، لان الرقابه في التحصيل اصلا دي كلها بوصولات غير وزاره الماليه، وصولات بتطبع ورق يعني. نعم ورق يعني. ورق ببلاش. فسعادتك في ورقه بتروح للجهه، انا بحصلها للجهه ولا بحصلها لنفسي. ممكن ما فيش حد، احنا مش ملائكه. طبعا ما دام ما فيش رقابه والدنيا بتغلى
والدولار في العالي. مش كده. شوف حضرتك، الدوله مؤمنه في حاجه واحده بس، الحاجه اللي مؤمنه في الدوله هي حاجه واحده، ايصال وزاره الماليه، غير كده لا يؤمن. مالوش. تمام. بنشكر حضرتك جدا يا سياده النائب. اعزائي المشاهدين، بنشكر سياده النائب هشام والي نقيب المهندسين بالفيوم وعضو لجنه المقترحات والشكاوى بمجلس النواب. طيب دكتور كريم، الراجل يعني تقريبا متفق معاك في كل الموضوع. زي ما اشار النائب برضه، هو عدد الصناديق والحسابات الخاصه كبير، يصعب طبعا يصعب. يعني الخمسه اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول اللي يمكن اخر بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن 10000 صندوق دي قريتها وطلعت عليها برضه، لكن يعني ما عنديش مشكوك. يعني بس صعب تقول صعب اقول لا. ما انا بنحاول الاول حضرتك قلت هو طبعا العدد بالظبط يعني كبير. عدد كبير. قال لنا خلاص اصبحت كل وحده محليه بتعمل صندوق، كل جامعه بتعمل صندوق، الصناديق كتير. وزي ما اشار النائب برضو انه المفروض يبقى هو الايصال بتاع وزاره الماليه هو الايصال الوحيد المعترف به، لكن اي حد ممكن يعمل ايصال. طب هو اتكلم في نقطه مهمه جدا، انا برضو ما جاتش في دماغي الحقيقه، وهي التحصيل نفسه. يعني انا لما بدفع دمغه ولا بتاع، ما انا ما باخدش ولا حاجه خالص، ما باخد ورقه صحيح زي ما هو، مالهاش علاقه دمغه او رسوم اداريه، يقول لك مش مصاريف اداريه مثلا 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه، غرامات، اي حاجه. طب انا اقول لحضرتك حاجه مثلا، الغرامه اللي بتعملها وزاره التموين على المخابز اللي هي بتعمل العيش غير مطابق للمواصفات، ماشي مثلا مثلا ممكن توصل ل 10000 15000 20000 يكون مثلا فعلا. طبعا ان يكون المخبز مثلا واخد 20 30 شوال من الدقيق، طبعا شغال عمال بيحقق ارباح عاليه جدا يدفع 20000 عادي، يدفع 10 يدفع 5. طيب دي بتروح بتروح فين بقى؟ بتروح صندوق. ايوه بس ايه اللي قال لي ان الصندوق استقبل ال 10000 جنيه؟ لا هو بيدفع ايصال وبيروح الصندوق، لكن بتتصرف على ايه؟ هي الفلوس بتخش الصناديق، بتخش يعني ولا في نسبه منها بتتبخر في الهواء؟ ممكن تكون نسبه بسيطه، ممكن نسبه بسيطه، لكن هي المشكله من الحاسه ان هي بتخش الصندوق بتتصرف على ايه؟ ما هي بتتصرف على ايه؟ بتتصرف على مكافآت، بتتصرف على مزايا ماليه، على سفر المسؤولين. يعني مثلا ممكن يكون مره يعني كان في صندوق تبع احدى الوزارات، النقطه دي عرضها وزير الماليه سمير رضوان تقريبا، الدكتور سمير رضوان قال صندوق كان حجمه 17 مليون بيستفيد منه ما يقرب من 5000 موظف او 10000 موظف، كل موظف بياخد 300 جنيه. تمام. واربع ممكن بيساعد مش مشكله، واربع مسؤولين بياخدوا 2 مليون. يا نهار اسود. طبعا. لا يبقى كده في اوجه الانفاق على ايه؟ ما هي المشكله بتنفق الفلوس على ايه؟ خلاص الصندوق قام بدوره عبى الفلوس، هتصرفها على ايه؟ هتوديها فين بقى؟ بتصرفها ازاي؟ هل فعلا على الاغراض اللي هو الصندوق انشئ من اجلها ولا لا؟ ومين اللي ليه الحق انه يقرر طب الراجل ده هياخد 2 مليون والراجل ده هياخد 300؟ مين المسؤولين على الصندوق لانه جهه مستقله بذاته. وليه شخصيه قانونيه ذاته، ليه مجلس اداره هو اللي مسؤول كل صندوق كل صندوق ليه ده ليه لا؟ ليه امين صندوق، ليه مجلس اداره، ليه طبعا. ومصاريف مجلس الاداره بقى والمصاريف الاداريه بتاعت الصندوق برضه طبعا. يعني ده طباخ السم بيدوقه. ما لازم يعني بقى ما انا كنت لسه هقول لك يعني لو هو شركه لوحده الحلويات، يعني الصندوق ده زي شركه صغيره كده قائمه بذاتها بتلم فلوس وتصرف، بتلم فلوس وتصرف على روحها شويه حلوين كده وبعدين تصرف. حتى اذا كان القانون بينص ان في 10% من ايرادات الصناديق تقول للدوله. تمام. انا كنت لسه هدخل في النقطه يعني ايه بقى؟ انا مش فاهمها دي. 10% ده قانون مش عارف كام لسنه 73 53 لسنه 73 ان اولا مره 25% مره واحده في عمر الصندوق 25% من ايرادات الصندوق تقول للدوله، وبعدين سنويا من 10 وزادت اخر سنه في 2015 2016 بقت 15% من ايرادات الصندوق تقول للدوله. تقريبا اخر ميزانيه الموازنه العامه للدوله 2016 قال لوزاره الماليه 3 مليار جنيه من ايرادات 15% من ايرادات الصناديق اللي امكن حصرها واللي دخلت تبع الموازنه، اللي هم الخمسه سته دول اللي امكن حصرها. تمام. طيب ال 3 مليار دول يعني نقدر نعرف منهم تقريبا حجم الصناديق فيها ايه؟ برضه لا. ليه بقى؟ ليه؟ لان هي 2.5 مليار او 3 مليار من ايرادات الصناديق. لكن الصناديق بيبقى فيها في فرق بين ايراد الصندوق وانفاق الصندوق وفوائد الصندوق. لا اشرحها لي يعني ايه ايراد الصندوق اللي بيحصله في السنه. حصل مثلا 100 مليون مثلا، يصرف 50 يصرف 60 بيترحل 40 مليون للسنه اللي وراه على مدار 10 سنين على مدار 15 سنه. طبعا الصندوق بيكون متراكم فيه. صح
صح. ممكن تلاقي مبلغ متراكم محترم. فيه مئات الملايين طبعاً. ممكن. طبعاً. وممكن برضو المسؤولين اللي على الصندوق لما ابتدوا يحسوا ان ابتدت العين تتفتح عليهم يبتدوا يحرقوا الاعتمادات دي، هدايا مزايا، يحاول يخلص منها علشان الصندوق لما يروح يعمل له جرد ولا حاجة. يتعمل له جرد او يروح الميزانيه الموازنه العامه للدوله يكون ما فيهوش غير فاضي. مبلغ بسيط فاضي. يبقى هو خلصوا. استفاد على قدر المستطاع بقى وده موجود الكلام ده طبعا. كل ما دام ما فيش رقابه اي حاجه ورد. ما فيش رقابه على الفلوس اي حاجه ورد. طب يعني ايه معلش، هو برضه سياده النائب بيتكلم على حاجه اسمها حسابات خاصه، يعني ايه حسابات خاصه؟ اللي هي الصندوق والحسابات الخاصه هي نفس هي نفس هي بس الفكرة ممكن يكون صندوق فيه كذا حساب. ما هو الصندوق بحساب، يعني ايه يعني يكون حساب رئيسي متفرع من الحساب الثاني ممكن. يعني ومتشعبه بقى كل واحد في بنك وكده. ممكن ليه في انهي حاله يكون يعني؟ كل حساب لغرض، او ممكن حساب بالجنيه وحساب بالدولار، حساب باليورو ممكن. وهل اللوائح بتاعت الصناديق، معلش هتعبك معايا يعني. لا يا فندم. هل بتكون مكتوب فيها بالنص اوجه الانفاق؟ لا هو مكتوب يعني هو الصندوق الغرض كذا، دعم البيئه، دعم محميه مثلا كذا، النظافه، زي مثلا حضرتك في 3 جنيه او في بندفع احنا فلوس النظافه الكهرباء، في الكهرباء والمحلات بتدفع يعني. هل الشوارع حضرتك شايفها نظيفه؟ لا طبعا. طيب يبقى الفلوس دي راحت فين؟ بتتصرف على النظافه؟ يمكن المواطن لو حس ان هو الفلوس اللي بيدفعها بتوصل له في خدمه يعني ما يعترضش عليها. هيدفع. طب الله معلش بقى، طيب ما هو انا بدفع ضرايب مثلا، يعني انا راجل موظف دي حاجه ودي حاجه. الضرايب دي بتقول لخزينه الدوله على طول. حلو. وانا بستفيد منها ازاي كمواطن بقى يعني؟ على المستوى الواسع. الضرائب دي المواطن بيستفيد منها على المستوى الواسع، طرق وكباري خدمات بصفه عامه. اوكي. محافظات معينه عن محافظات بتستفيد بالضرائب اكتر من الثانيه، لكن خدمه الصندوق ده مكان بيتردد عليه الموظف. بس انا ماليش اختيار يعني، لو لا نقول ماليش اختيار. ماليش يعني لو نقول على فاتوره يعني هو المبلغ اللي بيدفعه بيبقى 2 جنيه 3 جنيه ما بيدققش ما هي فيها، تفرق. أيوة. لكن المبالغ دي بتجمع طبعا على مر السنين، جمع كتير يعني كمان. تمام. طيب هي دي الفكره. الفكره بقى من لو هنحاول نصلح يا فندم في النهايه كده يعني نخش لها منين؟ المساله متشعبه وصعبه جدا جدا، وفي ناس كتير مش هنضحك على بعض يعني متربحه من وراء وجود الصناديق بالشكل اللي هي قائمه عليه دلوقتي. حتى سياده النائب نفسه كان بيتكلم وقال لك انه قدم المشاريع القوانين، والراجل مش عارف هيروحوا فين بالظبط. قالوا هيتكلموا في الموضوع وبعدين ما اتكلموش في الموضوع. فهل هي فقط إرادة سياسية ولا في حاجة تكنيكال نقدر نعملها، خطوات محددة 1 2 3 4 عشان نحمي المواطنين وفلوسهم من انها تضيع هباء يعني احنا كمواطنين ما فيش في ايدنا حاجة. احنا طبعا كل سنة احنا كمواطنين ما فيش في ايدنا حاجة، لكن هو ما دام في قيادة سياسية خلاص يبقى الموضوع هيبقى اجباري على الهيئات والمؤسسات الحكوميه. رئيس مجلس الشعب ذات نفسه احال المقترح للجنه الخطه والموازنه. وفي مشروع قانون تم طرحه ان هو هيبقى في شخصيه عامه هيبقى على راس لجنه هتتم فحص وتدقيق وحصر جميع الصناديق والحسابات الموجوده في مصر، لكن هو خلال فتره سنه يعني سنه من يعني سنه فسنه كتير يعني سنه كتير حاجه يلموا فيها فلوس بالعبيط. لكن هو بالفعل في عدد كبير من الصناديق اللي موجوده دخلت البنك المركزي وتحت اعين الدوله، لكن في عدد تاني برضه وتقريبا العدد اللي بره هو اللي فيه المبالغ. هو اللي فيه المبالغ الكبيره تقريبا يعني. فيعني المسألة لازم هتبتدي تشريعيا الأول. لازم تبتدي تشريعيا الأول لازم ويبدأ تنفيذه. ويبدأ تنفيذه. هل عندنا الآليات سواء في الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية لمراقبة الصناديق اللي احنا مش عارفين أصلا عددها دي؟ طبعا أكيد كل محافظة كل وزارة كل مسؤول عنده عدد من الصناديق أو الحسابات يحول الحساب اللي هو تبعه أو الصندوق بتاعه يحوله للبنك المركزي ويخش الحساب الموحد. خلاص بقى سهله بقى سيستم يعني. حتى عشان الفوائد تترحل تروح للموازنه العامه للدوله. حلو قوي. لان الفوائد دي الاهم. الفوائد اللي هي الفلوس الاكتر اللي هي متراكمه بقى لها سنين، من سنه تترحل لسنه تترحل لسنه. طبعا دي هي الاكتر، دي هي المبالغ الكبيره يعني. احنا الدوله محتاجه كل جنيه وكل قرش وكل الفلوس اللي موجوده تستفيد منها، لان عندنا عجز الموازنه العامه زي ما حضرتك يعني عارف. طبعا احنا عندنا الموازنه العامه للدوله الايرادات بتاعت الدوله 623 مليار، الانفاق 865 مليار، عندنا عجز 240 مليار. يعني 240 مليار كتير يعني. اكيد لو الصناديق الخاصه حاولت تسد لو بجزء
تمام تقلل العجز يعني وتقليل العجز هيبقى ليه اثر. هل ده هيفرق في الاسعار والتضخم بقى بعد كده لو ده حصل يعني؟ هل لو دخل، معلش سريعا عشان التتر خلص وبتاع، فهل هيفرق في ضبط الاسعار شويه، ضبط السوق، سعر الصرف هيتغير ولا ملهاش علاقه؟ يعني هي ليها علاقه بس مش بشكل بعيده غير مباشره. تمام. لكن هو تقليل العجز طبعا في الموازنه العامه للدوله ده ليه اثر ايجابي على الاقتصاد الكلي بصفه عامه برضه ويقلل حجم التضخم لان طبع الفلوس بيقل. تمام. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور كريم، معلش تعبناك معانا النهارده. اعزائي المشاهدين بنشكر جدا استاذنا الاستاذ الدكتور كريم علي حسن، باحث ومحلل اقتصادي، راجل جميل وحلل الموضوع بشكل بسيط. هو موضوع شائك فعلا، ربنا يكرم ويبقى في حل والفلوس اللي مركونه دي تخش الموازنه والدنيا تبقى حلوه ان شاء الله. يلا سلام عليكم.